معلش بقى يا جماعه سامحونا بقالنا يومين على الطريق. لو لاحظتوا علينا ان احنا شكلنا مرهقين فسامحونا معلش. الحاج قاعد ورا اهو، هو وميمي. وصباح الخير عليكم من براغ. with my best friend سيرجي my best friend. سيرجي ده يا جماعه صاحب المعلم، صاحب الشغل، يعني المعلم بتاعنا صاحب الشركه ده صاحبه. الرحله بقى بتاعتنا يا جماعه انتهت في باريس زي ما حضراتكم عارفين، قضينا هناك يوم وابتدت بقى الرحله من جديد. رجعنا من باريس على بلجيكا، بعد كده على لوكسمبورغ، بعد كده دخلنا المانيا وانتهت بينا في التشيك في براغ تحديدا. احنا دلوقتي بنعمل جوله في براغ، هنركن بقى العربيه وننزل نمتعكم معانا، نروق عليكم ونروق على الحاج. ميمي كده كده يا جماعه راجل مقيم في اوروبا معانا، فممكن يجي في اي وقت قريبه. انما الحاج جاي زياره. شاكرين يا ابو يونس. فاحنا جايين نروق عليه. خليكم معانا هتنبسطوا ويانا ان شاء الله. ده يا جماعه براغ كاسل، وده احلى فيو من براغ هتشوفوه. شايفين براغ كلها باينه اهي. يا حاج محمد اهلا بيك. ايه رايك سايب الجمال ده وقعد كده؟ ايه رايك؟ ما انا شايفه اهو يا عم وشايف الطبيعه. طب تعالى عشان عايز اصورك بقى من هنا بقى. ده الحرس الجمهوري ده ولا ايه؟ لا ده عشان انت جيت بس يا حاج، عارف لما كنتش جيت ما كانوش عملوا الكلام ده. شاكرين يا جماعه. تعالى مين واخدك صورتين للذكرى. ماشي ماشي استنى. من اجمل مكان فيك يا براغ الحاج محمد بيمسي عليك. مساء الفل يا ابو يونس. الطبيعه الحلوه دي. ايه رايك؟ Here is my friend سيرجي يا جماعه. My best friend. صديقي المفضل في براغ. ده الفيو بقى يا جماعه. بينفسنا ولا ايه؟ انا عارف يا حاج. يا ميمي. امبارح في فرنسا والنهارده في براغ. ايه رايك يا ابو يونس؟ ايه رايك انت يا حاج؟ تعالى عشان عايز اصورك من هنا. صورنا يا جماعه الفيو من فوق. يلا ايوه خليك كده يا حاج. لا زي ما انت خش تاني كده. الله. انا بامن على المكان برضه يا جدعان عشان ما نتغفلش. انا في مدينه غريبه والغريب اعمى ولو كان بصير. هنا يا جماعه بقى بتحط يورو 2. لا بتحط 50 سنت او يورو. هنا بتحط يا جماعه 50 سنت او 2 يورو سوري، وتتفرج بقى على منظر براغ. طبعا هي دلوقتي مقفوله، لو بصيتوا مفيش حاجه اهو، بس لو حطينا فلوس هتشوفوا بقى. تصدقوا ممكن تيجي؟ تحبوا نجرب ولا الكاميرا دي مش هتجيب يا جماعه؟ سامحوني والله مش معايا فكه، بس ان شاء الله الفيديو اللي جاي. معايا 2 سنت ينفعوك؟ لا ما ينفعوش يا حاج، ان شاء الله الفيديو اللي جاي. معايا جنيه مصري فضه. تصدق ممكن نجربه يا حاج؟ معاك جنيه فضه؟ هات نجربه. هو انا معايا جنيه فضه ماليش دعوه بقى يا جماعه، انا عايز جنيه فضه. شبط هو ها؟ ما بيصدق. اسالك في عدد واحد جنيه فضه، في حاجه وقعت منك يا حاج؟ هنجرب نحط الجنيه الفضه. انا في مره يا حاج حطيت. بصوا يا جماعه عشان انا بحب بلدي بصراحه، مش هياكل الكلام. جايب العمله بتاعتها معايا اهي. مش هياكل الكلام ده. تنفع دي؟ اوعى تيرو بقى يا حاج. طيب تنفع دي؟ طيب بلاش. تنفع دي؟ اعمل معايا اكتر من كده. ده الحاج ساري عربي ايه؟ جايب فلوس مصري هيولع الدنيا يعني. حبيبتي. Шериф, потом будет пробка по Праге, мы можем не успеть к 6, надо будет нам в 16:50 уже приехать в контору. انا والراجل ده يا جماعه بنتعامل بالمنظر ده، هو بيترجم بالروسي وانا بترجم بالعربي. ويت مأمور سيكون هناك الزحام. سوف نذهب الان صديقي العزيز الى المكتب. طب يلا بينا واحده واحده بقى كده. يلا بينا يا ابو يونس. بص اهو. لا ده جنيه ورق، احنا عايزين جنيه حديد يا حاج. ما بمشيش يعني. لا الجنيه الورق ده مش هيمشي، ده يجري. طب يا جماعه انا هاخدهم وانزل بيهم المكان كده، مكان برضه انا بحبه، لما باجي هنا لازم ازوره، فانزلوا معايا هتنبسطوا وياي. يا جماعه المكان اللي بقول لحضراتكم عليه اللي هو المكان المقرب لقلبي هو اللي احنا هننزل منه دلوقتي ده، بس لازم ميم يركب العقل عشان لو ما ركبش العقل هيركبه. Switch? Is it electric? Sure? You can come behind me. خلي بالك امسك فرامل الاثنين ها. Vamos, vamos, vamos. عليك نور يا ابو يونس. ايه رايك فيا؟ ما شاء الله عليك.
الطريق ده بقى يا حاج انا بحبه بقى. صور لهم بقى المنظر الجميل ده. الحاج يا جماعه هو النهارده الكاميرا مان، هو اللي ماسك التصوير. فلو الكاميرا اتدلجت بقى في وسط الزرع وما عرفتش اجيبها وما عرفتش امنتج الفيديو، يبقى لكم عندي واحد فيديو. شايف يا حاج باب الخشب اللي قدامي ده؟ ايوه. شايف مين عليه ده؟ علاء الدين اهو. اهو مش ده علاء الدين؟ لا دي واحده ست يا حاج. دي واحده ست يا حاج. Make a U-turn, then turn left onto Ubis. يلا يا حاج انا هسيب فرامل واسيبها تنزل. لا امسك فرامل. امن نفسك اسيب فرامل يا حاج. يا عم. لا امن نفسك، ابوك عاجبه كبيره. ربنا يديك الصحه يا حاج. الحمد لله. يرحمكم الله. ايه يا ميمي؟ روح تعالى بسرعه. يلا يا حاج. يلا يا ابو يونس، احنا بقينا في الامان شويه اهو. خلاص كده احنا نزلنا. اهم حاجه يا حاج اهم حاجه وصلنا بالسلامه. ارضاء حبايبنا. ادي زبجة شايزه الواد الاوكراني قال لك شت. اجمد يا ميمي. ورا الشباب دول اجمد يا ميمي. زي ما انت يا حاج، زي ما انا مش عامل حاجه، انا ساكت زي اهو. ما انت اهو. قال لك في الفيديو شايزه. كده عدينا المرحله الخطر. لا ده لسه جايه اهي. لا خلاص كده يا حاج، دي اخطر بقى من اللي فات. لا بقول لك انا هنزل اخدها على رجل. لا روح وتعالى بسرعه. فاموس. احنا بقى كده نازلين كل اللي طلعناه يا حاج. بس في طريق تاني. الله عليك يا بلد. قدامنا اهو بيستعرض عضلاته علينا. ماشي يا ميمي. عشان ربنا مديله مكنه بتجري. ايه جمال البلد. ايه رايك يا حاج؟ مدينه عريقه ولا تاريخ. نظيفه وجميله وحلوه. فكرني باسكندريه. اسكندريه زمان. ايوه. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم بقى في الجوله دي يا جماعه؟ عشان الحاج بيقول لي بصراحه جوله جميله. جوله جميله. بلد جميله بصراحه. عجبتك يعني يا حاج؟ عجبتني، المساحه فيها حلوه نظيفه كده. احنا بقى خلي بالك الاشاره حمراء يا اميجو. ايوه هنقف شويه. احنا بقى يا جماعه حاجزين دلوقتي باص لان العربيه اللي كانت معانا. ايوه. ما تطلعني معاك في الفيديو يا حاج، خدني جنبك. ايوه كده يا حاج، انا ابنك حبيبك والله. اكيد طبعا. مفيش كلام يعني. العربيه اللي احنا مأجرينها. عندك شك في كده يا ابو يونس؟ عندك شك في ايه؟ وانت زنقني وراك. مساء الفل يا ميمي. مساء الفل يا حاج محمد. مولع بالراس. ايوه. فاموس. المهم زي ما بقول لحضراتكم احنا راكنين العربيه، قصدي سيبنا العربيه خلاص. ايوه. وحجزنا بقى اتوبيس باص. هنرجع بيه على مدينه برلين ان شاء الله. بقول لك هو انت هتكبس ترعش يا حاج ولا الكاميرا اللي بترقص من الفرحه؟ الارض تحت يا ابو يونس. انا بحسب الكاميرا بترقص من الفرحه. ممكن برضه. ممكن مش بعيد. خلي بالك الكاميرا دي لفت العالم يا حاج. ما شاء الله. ربنا يخليها لنا. بس فادعوا لنا بقى ان شاء الله نلحق الاتوبيس ان شاء الله. وما نتاخرش عشان الحاج مش عايز ينزل من على المكنه. يلا يا حاج انزل بقى يا حاج. يلا يا حاج انزل يا حاج. بعتني يا ابو يونس. طيب يا جماعه احنا دلوقتي في الباص اللي هيودينا على برلين. اخونا ميمي اهو والحاج قاعد هناك اهو. انا عايز اقول لكم بقى ان الحاج النهارده هو السواق. بصوا شايفين؟ احنا قاعدين في الدور الثاني. قاعدين يا جماعه في الدور الثاني، في الدور اللي فوق في الباص، في الدبل ديكر باص. وزي ما حضراتكم شايفين اهو
احنا قاعدين قدام والحاج هو اللي سايق بينا. البزه بيسوق 2 سواقين. 2 سواقين، واحد بيسوق من تحت وواحد بيسوق من فوق. واستنوا معايا شويه كده يا جماعه، يمكن السواق يوطي المزيكا ويطفيها. نزلت زعقت له بصراحه يا جماعه، ما يصحش كده، ما احنا مش عارفين نشتغل من صوت المزيكا. مش عارف انام. مش عارف انام. يا حاج اكسر كله، اكسر كله يا حاج، اوعى الرصيف تاني. ايوه اعدل بقى، اعدل كله. امسك بقى ازاز الماء عشان ما تدلقش عليك. دلعها في الغيارات تريحك في المطبات. شفت لما كلم الواد بالفرنساوي، الواد سابه ومشي. قال له اي حاجه قالوا لي لا ويجو. وبعد كده الراجل قال له ايه بيقول له تعدي بعت لي حاجه. بس سوقنا شويه سواق حلوين. احنا دخلنا لنا في كام؟ بتاع 3000 كيلو. سوقت منهم انت كام بقى؟ 500. مش هظلم. بص بما يرضي الله 100 و250 350. يعني ما كملتش 500. ده الطريق بس، انت ما حسبتش المهم يا حاج ميمي، اتفضل. ابويا بعيد بس ممكن برضه ايه يشاركنا بكلامه. ايوه. ايه رايك يا حاج في الرحله بشكل عام كده؟ الحاج مش مركز، سرحان في الرحله. مش السواقه طب اوعى تتوه يا حاج. سرحان في الرحله. لا الرحله بشكل عام حلوه، بس هي مشاوير يعني. انت لو مرهق خلصان، لكن هي كرحله لطيفه. بس انت يعني يومين هنا وما تسوقش بقى، تاخد اتوبيس وتطلع على الحته الثانيه، ما توجعش قلبك انت بقى في السواقه، او طياره لو الدنيا حلوه معاك. يكسر كله يا حاج، يكسر كله. بس لكن بالنسبه لي براج كانت احلى من فرنسا. بالنسبه لك براج كانت احسن من فرنسا؟ والمشي فيها ممتع رايقه، البيوت والحاجات نظام قديم كده، وبتعرف تتفرج عليها والدنيا حلوه يعني. تنصح الشباب ان هم يزوروا وارخص طبعا. كشراء منتجات ارخص من فرنسا. الوز اللي في الميه هنا احسن من هناك. هو كده الوز بيعوم في اوروبا كلها. لا بس الوز اللي هنا صناعي. لا سيليكون وكلام من ده. لا كله حلو. احنا نفسنا كويسه، كل الناس حلوين وكل الناس زي الفل. انت ايه رايك انت؟ انا انبسطت، انا كشريف انبسطت. اعزائي المتابعين، اعزائي المشاهدين، كنا نايمين ولسه دلوقتي من النوم صاحيين. مش باين على وشه. وعاملين بريك. انا كنت نايم والسواق صحانا من النوم دلوقتي، قال يلا عشان هنعمل بريك 30 دقيقه. فهينزل ميمي يقف شويه تحت في الهواء والحاج. فحابين نقول لكم ان دي كانت جوله النهارده، ان شاء الله تكون الجوله بتاعت النهارده عجبتكم، وتشوفونا الجوله اللي جايه ان شاء الله على خير. خدوا من ميمي دي.